هتجيبي طبق وهتحطي فيه معلقتين كده من السكر الخشن زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هنضيف عليهم بعض الاضافات بسيطه علشان نكمل فكرتنا مع بعض. انا حطيت معلقتين من السكر اهو، وهتجيبي ربع معلقه صغيره من الكربوناتو هتضيفيها على السكر وهتقلبيها كويس جدا زي ما انت شايفه علشان تكسي كل حبيبات السكر كويس جدا. وهنجيب بعد كده معلقه من الميه تضيفيها على الخليط ده وتبداي ان انت تقلبي. لو حسيتيه خفيف شويه ممكن تضيفي شويه سكر كمان او كربوناتو، وتقلبي الخليط ده كويس جدا لغايه ما يدوب معاكي كده. وتبداي تجيبي لقم العيش وتقطعيها وتحطيها في الخليط ده زي ما انت شايفه كده. انا بقلبه كويس جدا علشان خاطر كل الحبيبات تدوب معايا. هنجيب العيش اهو وتبداي ان انت تضيفي لقم بسيطه كده، هتصغري على قد ما تقدري. وبعد كده هتروحي على المكان اللي بيخش لك منه النمل والصراصير، هتحطي اللقم دي بعد ما تكسيها طبعا بالخليط ده وهتحطيها. البيكربونات او الكربوناتو هيموت لك الصرصار او النمل. لو عندك كتير حطي الخليط ده وحطيه عند بيت النمل او المكان اللي هيخرج منه النمل، او مكان عندك عند باب الشقه او المطبخ مكان بيخش منه الصرصار النمل، بنكون عارفين الاماكن بتاعتها. حطي لقمه كده بسيطه هيموت لك النمل على طول. فكره سهله وبسيطه. لو لسه مستمره معايا لغايه هنا ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل منك والاشتراك في القناه علشان يوصل لك اي فيديو انزله.